السلام عليكم، ازيكم؟ هنعمل النهارده فكره جديده من افكار اللانش بوكس. هنعمل النهارده شيبس الافران المقرمش اللذيذ وطعمه حلو قوي. صلي على رسوله. ابدأي معايا. اول حاجه كوبايتين من الدقيق، بحط عليهم نص معلقه من الملح وربع معلقه من السكر، وبحط كمان نص معلقه من الكمون، نص معلقه كاري، نص معلقه من الكركم، ولو بتحب اي بهارات تانية تقدري تضيفيها، ومعلقه من الصلصه وربع معلقه بيكنج باودر. وبنقلب بقى المكونات دي مع بعض. بعد كده بننزل عليهم بنص كوبايه من الزيت، وبنقلب المكونات دي كويس جدا. اهم حاجه عشان يبقى مقرمش نغلف الدقيق كويس بالزيت ونقلب كويس جدا. وبعد كده بقى نبدا نضيف الميه للعجن. طبعا كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني في احتياجه لكميه الميه، فهنقعد نعجن كده لحد ما يطلع معانا عجينه طريه ولينه. طبعا مش بتخمر ولا اي حاجه، ولا بنسيبها ترتاح، بنشتغل فيها على طول. بنفرد العجينه بتاعتنا سمك يكون رفيع جدا على قد ما تقدري، وبعد كده بقى بتقطعيها باي شكل يعجبك. انا هنا قطعتها على شكل دواير، كوبايه صغيره مش كبيره قوي. طبعا ممكن تعملي اكبر او اصغر، واي شكل واي قطعه بتخلي شكله حلو قوي. طب ممكن نقطعه كمان بسكينه، ونشيله بقى ونحطه في صينيه تكون مدهونه زيت. نسيت اقول لكم ان احنا قبل ما نفرد العجينه لازم نحط طبقه كويسه من الزيت على الرخام بتاعتنا عشان العجينه ما تلزقش فيها. وبعد كده بعد ما بتدخل الفرن بكام دقيقه كده بنطلعه، بنحط على وشه جبنه، ولو مش متوفر جبنه او مش بتحبيها ممكن ان احنا نستغنى عنها. وبيدخل الفرن تاني يكمل التسويه بتاعته. بيقعد وقت بسيط جدا، يعني انتي بس تابعيه. اول لما تشوفيه اخد لون كده ذهبي بيطلع على طول. وطبعا ما بناكلوش وهو سخن، بنسيبه يبرد شويه عشان يبدا يقرمش. طعمه حلو قوي ولذيذ، وهيعجب الولاد ان شاء الله في اللانش بوكس. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك ومتابعه عشان باذن الله يوصلك كل جديد. وهنزل لكم اللينك بتاع الميني بيتزا، واللينك بتاع القرص الطريه برضو كنا منزلينهم افكار اللانش بوكس، هسيبهم لكم في الكومنتات ان شاء الله. شكرا لكم ولدعمكم.